في أحد الأيام، وفي مملكة صغيرة وفقيرة، كان هناك أمير لم يتبقى لديه سوى البحث عن عروس، لكنه هو ووالدته كانا شديدي الانتقاء لدرجة كبيرة. كانت والدته تضع شروطا صارمة بخصوص زوجة ابنها المستقبلية، إذ يجب أن تكون أميرة حقيقية، ولذلك لم تكن أي فتاة في المملكة تنال إعجابها. في أحد الأيام، هبت عاصفة هوجاء مخيفة، وضربت أصوات الرعد، وأضاءت البروق السماء، بينما كانت الأمطار الغزيرة تنهمر وتضرب بقوة على سقف القصر. وفجأة سمع صوت طرقات قوية وعالية على باب القصر. فتح الباب ليرى طارقة الباب، وسألها بصوت متسائل: من أنت؟ اسمي إيزابيل، وأنا قادمة من دولة مجاورة. وما الأمر؟ المطر غزير جدا لدرجة تجعلني عاجزة عن مواصلة السير. أرجوك، هل يمكنني الحصول على ملابس وسرير للركون إليه هذه الليلة؟ تأملها الأمير من رأسها حتى قدميها بتمعن. كانت ترتدي فستانا باليا أشبه بالخرق البالية، وشعرها مبلل بالكامل، وتحمل حقيبة ظهر مثل تلك التي يحملها الحجاج والرحالة. الأمير ببرود وتكبر: لا يمكنك ذلك، نحن هنا لا نستقبل سوى الفتيات اللواتي كن أميرات حقا. هيا اذهبي في طريقك وداعا. فجأة جاءت الملكة. انتظري يا بنيتي، تفضلي بالدخول من فضلك، المطر شديد الغزارة الآن، وسيكون السير في الطريق خطيرا للغاية. حقا شكرا جزيلا لك على مساعدتي، أنا ممتنة لك جدا. أعتذر عن تصرف ابني الجاف، سأطلب من الخادم أن يساعدك في تغيير ملابسك المبللة. هذا لطف كبير منك حقا. دخلت الفتاة وابتعدت حتى التفت الأمير إلى والدته بغضب وتساؤل: ماذا تفعلين يا أمي؟ لماذا دعوتها إلى الداخل القصر؟ إن كنت تريد حقا أن نكتشف ما إن كانت أميرة أم لا، فعلينا أن نخضعها أولا للاختبار. اختبار؟ اختبار ماذا؟ ماذا تعني؟ إنها ترتدي الخرق البالية، فكيف يعقل لها أن تكون أميرة؟ لا يا أمي، انظري جيدا. تلك الفتاة تضع سوارا ذهبيا في يدها، وبشرتها ناعمة للغاية، إنها بالتأكيد ليست فتاة عادية. فهل هي أميرة حقا؟ سنكتشف ذلك عن قريب. إذا كانت حقا أميرة فهي اعتادت العيش في رغد وترف ودلال كبير، ومما لا شك في أنها ستكون شديدة الرقة والحساسية. نعم يا أمي، أنت محقة تماما. إذن كيف سنختبرها يا أمي؟ هذه الليلة سأضع حبات صغيرة من البازلاء تحت مرتبة تلك الفتاة، فإذا استطاعت أن تحس وتشعر تلك الحبات الصغيرة فهي بلا شك أميرة حقيقية حساسة. يا لها من فكرة عبقرية يا أمي، لنفعل ذلك فورا. في تلك الأثناء كانت الخادمة تجهز الغرفة للفتاة وتقول لها: هذا بعض الطعام والملابس التي جهزناها خصيصا لك، اعتبري نفسك في منزلك تماما. أنت لطيفة للغاية، شكرا لك على حسن ضيافتك وكرمك. الطعام لذيذ ودافئ جدا. على الرحب والسعة. هل انتهيت من إعداد السرير بعد؟ نعم، لقد وضعت حبات البازلاء أسفل المرتبة أثناء ترتيبها بدقة تحت طبقات عديدة من الفراش والمراتب. سنرى النتيجة غدا صباحا على مائدة الإفطار. وفي صباح اليوم التالي التفتت الأم إلى الفتاة وسألتها باهتمام مصطنع: كيف كان نومتك ليلة البارح يا بنيتي؟ ولماذا تبدو ملامح وجهك متعبة هكذا؟ لم تكن جيدة على الإطلاق للأسف. أنا بالغة الامتنان لكم وللطفكم في استضافة وإيواء الليلة، لكن بدا وكأن هناك شيئا صلبا وساخنا وغير مريح بالمرة تحت مرتبة السرير طوال الليل، لدرجة أنني لم أستطع أن أغمض عيني طوال الليل. تهلل وجه الأمير والملكة فرحا. إذن لقد نجح الأمر، لقد شعرت بالحبات حقا. ما الأمر؟ لماذا تتحدثان هكذا؟ هناك زفاف قادم في الطريق. أي زفاف؟ لا أستطيع فهم ما تقوله. لقد كان اختبارا دبرته أمي لنرى ما إن كنت أميرة حقا أم لا، والآن بعدما أن ثبت ذلك ستكونين زوجتي. ماذا؟ لن يحدث هذا أبدا. لماذا؟ أنت الأميرة وأنا الأمير، ونحن خلقنا لبعضنا. هذا صحيح، لقد أثبتت حبات البازلاء أنك أميرة حقيقية فعلا، فلنقم زفافا كبيرا ومبهرا. لا أصدق أنكما أحضرتموني لإخضاع لاختبار كهذا. لن يكون هناك أي زفاف على الإطلاق. ولماذا تقولين هذا؟
لن أتزوج أبدا رجلا لا يقدرني لذاتي كشخص، بل يهتم فقط ما إن كنت أميرة أم لا. ذهبت إيزابيل والأمير يركض وراءها. إيه، انتظري، لا تذهبي. لكنه لم يلحق بها، وبعد فترة كان الأمير يبحث عنها في كل مكان وهو ينادي بقلق: إيزابيل، إيزابيل، أين أنت أيتها الأميرة؟ لكنه لم يجدها. فجأة لقد وجدها في مكان وقال لها: أيتها الأميرة، أين كنت أيتها الأميرة؟ لقد كنت أبحث عنك في كل مكان. هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير. أنا لا أريدك في حياتي ولا تلحقني مرة أخرى. لقد اتضح أن الفتاة كانت أميرة حقيقية بالفعل، والسبب وراء وجودها هناك هو أنها هربت من منزل عائلتها لأن أباها أراد أن يزوجها بابن عمها الأمير بالغصب. وللأسف الشديد واجهت مجموعة من قطاع الطرق واللصوص في طريقها، مما اضطرها هذا للهرب منهم بكل ما أوتيت لها من قوة. ولهذا السبب تحديدا كان مظهرها يبدو رثا ومهندما بتلك الطريقة بعد أن تركت القصر. أما في القصر وبعد رحيل الأمير، كان الأمير جائعا وساخطا، وبدأ يبكي بحرقة في حضن والدته، وهو عاجز تماما عن فهم سبب رفض جميع الأميرات الزواج منه وعدم رغبتهن به. ربما هل لأنه بشع وليس جميل مثل ما تحب الفتيات؟ أما عن الأميرة فقد مضت في طريقها، توجدت في نهاية المطاف رجلا حنونا قدرها حقا وأحبها لشخصها ولذاتها، أحبها بغض النظر عما إن كانت أميرة أم لا، وهي بدورها أحبته بالصدق، وعاشا معا في سعادة دائمة وهناء. وبالطبع لم تكن هناك أي اختبارات أو حبات بزلاء في حياتهما الجديدة. وفي النهاية تعلمنا أن الإنسان لا يجب أن يحكم عليه من مظهره أو ملابسه أو أصله أو المكان التي ينتمي إليها، فقد تبدو بعض الأشخاص عاديين أو ضعفاء من الخارج، بينما يحملون في داخلهم قلبا جميلا وشخصية عظيمة وقيمة لا تقدر بثمن. كما تعلمنا أن الحب الحقيقي لا يقاوم على المال أو الألقاب أو المكانة الاجتماعية، ولا على البحث عن الشخص المثالي كما نتخيله في أحلامنا، بل على الاحترام والتقدير والقبول. فمن يحبك حقا سيهتم بشخصيتك أو شخصيتك وأخلاقك وقلبك، وليس بما تملكينه أو باللقب الذي تحملينه. لذلك لا تحاولي أبدا تغيير نفسك حتى تنالي إعجاب الآخرين، ولا تسمحي لأحد أن يجعلك تشعرين بأنك أقل قيمة لأنك لا تملكين شيئا معينا. كوني كما أنت وحافظي على طيبتك وكرامتك، لأن الشخص المناسب سيقدر قيمتك دون الحاجة إلى أي اختبار. وتذكري دائما، ليس كل من يملك قلبا يستحق الحب، وليس كل من يبدو بسيطا يفتقر إلى القيمة. فالجمال الحقيقي يظهر في القلب، والحب الحقيقي يرى الإنسان كما هو، لا كما يرون الآخرين أو كما يريدون الآخرين أن يكون.